سمعت قبل كده عن الخوف من الارتباط أو fear of commitment؟ طيب سمعت عن الخوف من الهجر؟ طيب تعرف إيه علاقة كل ده بالاعتمادية؟ وهل ده سبب ولا نتيجة؟ لو عايز تعرف كل ده شوف الحلقة الآخر. علماء النفس لما جم يدرسوا أساس العلاقات وأساس تقديرنا لذاتنا اكتشفوا إن أهم علاقة في حياة الإنسان هي علاقته بمقدم الرعاية الأساسي ليه، واللي غالبا بتكون الأم. اكتشفوا إن العلاقة دي بينتج عنها 4 أنماط. النمط الأول الآمن، ده بيتكون نتيجة إن مقدم الرعاية متاح عاطفيا، اللي معناها إن لما يكون الطفل محتاج للراحة أو الأمان بيروح لأمه أو أبوه على طول، ولما يكونوا مش موجودين زي إنهم ودوه حضانة جديدة مثلا فالطفل بيبقى زعلان وبيعيط في غيابهم، وأول ما يرجعوا ياخدوه أو يكونوا راجعين من الشغل ويقابلهم بعد ساعات من الغياب بيفرح ويضحك وممكن يحضنهم ويبوسهم. كل اللي فات ده اسمه الإتاحة العاطفية. لما الأهل بيكونوا متاحين عاطفيا بيكون جوه الإنسان لما يكبر شوية سمات نقدر نقول عليها سمات الإنسان السوي نفسيا، زي إنه يعرف يثق في الآخرين، بيعرف يعتمد على نفسه ويجرب حاجات جديدة، وحتى لو فشلت بيزعل شوية لكن ده مش بيأثر على إحساسه بذاته من ناحية الاستحقاق. عنده قدرة عالية على التكيف مع المواقف المختلفة، بيعرف يتعامل مع الضغط أو الستريس، عنده توقعات واقعية من الآخرين مش عالية قوي ولا قليلة قوي. النمط الآمن في العلاقات بيبقى ليه سمات مميزة، زي إنه شايف نفسه يستاهل يتحب، وإنه ما بيخافش من الرفض أو الهجر، ولو لقى نفسه في علاقة غير صحية بينسحب على طول. بيعبر عن مشاعره بوضوح، عشان كده ما بيحبش يلعب الألعاب النفسية. كمان إن الفرق بينه وبين الأنماط التانية إنه بيحس بمشاعر الآخرين، عشان كده بيبقى قادر يفهمهم ويتجاوب معاهم، ولو لقى منهم أي مشاعر سلبية زي الرفض أو الهجر بيتقبلهم عادي من غير ما يحس بأي تهديد أو خوف يأثر على سلامه النفسي. النمط التاني التجنبي، ده بيكون نتيجة إحساس الطفل بالرفض أو القسوة من الأهل. ده بيؤدي إن اعتماده على أهله بيكون قليل لو احتاج للحماية، لو حد فيهم غاب لفترة زي إنه اتأخر في الشغل لساعات طويلة أو سافر مثلا مش بيبين اهتمام كبير، وبالتالي الطفل ده مش بيعتمد بشكل أساسي على أهله في الحصول على التواصل والمشاعر زي الحب والحنان والإحساس بالأمان. الطفل ده لما بيكبر بنلاقي إنه منفصل عن مشاعره، يعني ولا فاهمها ولا حاسس بيها وبينكرها، وطبعا مش بيعرف يعبر عنها. لو قابل نقد أو مشاعر سلبية بيكتم جواه لحد ما ينفجر في نوبة غضب. مش بيعرف يشتكي أو يطلب مساعدة لأنه بيحتقر الضعف والاحتياج وبيخاف منهم، بيخاف من الحب والقرب والحميمية، بيثق في نفسه بزيادة، عشان كده بيتعامل مع الناس باحتقار، ما بيثقش في حد، عنده عادات إدمانية أو قهرية، بيخاف من الارتباط وبيتجنب الصراع، يا إما بالانسحاب أو إنهاء العلاقة. النمط الثالث القلق، ده بيتكون لما مقدم الرعاية أو الأم علاقتها بالطفل تكون مش ثابتة أو فوضوية. ساعتها الطفل بيكون قلقان وخايف، عايز ينطلق ويجري ويكتشف، بس في نفس الوقت خايف يرجع ما يلاقيهاش، عشان كده بيكون متعلق بيها جدا ومتشعلق في رقبتها دايما وبيكون متطلب. لما الأم بتغيب بيزعل ويعيط، حتى لما بترجع بيفضل زعلان ويعيط وممكن يضربها. من سماته إنه لما بيكبر مش بيثق في حد، إحساسه وتقديره لذاته بيبقى قليل قوي، عنده احتياج طول الوقت للحب، عشان كده مهووس بيه وبيدور عليه دايما.
محتاج حد يطمّنه ويقول له مدح مستمر، بيترعب من الهجر أو إنه يتساب أو يتخان، على طول حاسس إنه ما بيتحبّش وإنه ما يستاهلش أي حاجة، وده بيخلّيه حسّاس من الرفض، وعشان على طول جعان للحُب هتلاقيه دايمًا مشغول بالآخر واحتياجاته ومشاكله، وعشان مش بيعرف يعبّر عن احتياجاته وبينكرها دايمًا، هتلاقيه مش بيعرف يطلبها إلا في صورة خناقة. أكتر حاجة غريبة بتحصل إن عادةً أصحاب النمط التجنُّبي بيكونوا رجالة بينجذبوا غالبًا لأصحاب النمط القَلَق اللي بيكون أغلبهم ستات، رغم إنهم تقريبًا عكس بعض تمامًا. النمط الرابع الخائف، النمط ده بيتكوّن نتيجة لصدمة في الطفولة، بيبان في رَد فعل الطفل لمّا مامته تظهر، ساعات يجري عليها وساعات يُقف وأحيانًا يبقى عدواني وساعات خايف. هو بيبقى متلخبط ما بين إنه يجري عليها عشان تطمنه أو يهرب منها لأنها بتخوفه. صاحب النمط ده لما بيكبر ما بيعرفش يتعامل مع المشاعر السلبية اللي عنده، وبالتالي صورته عن نفسه وعن الآخرين بتبقى سلبية، فما بيثقش في حد ولا في نفسه، فهتلاقيه على طول خايف من الحب والعلاقات، والحياة عنده يا أبيض يا أسود، وردود أفعاله مفاجأة ومش متوقعة. العالم بالنسبة له مكان مخيف ومش أمان، وصاحب النمط ده في النُص ما بين التجنُّبي والقَلَق، يعني التجنُّبي بيخاف من الحُب وعايز يبقى لوحده دايمًا، القَلَق مهووس بالحُب بس خايف يتساب، أمّا بقى صاحبنا الخايف ده هو mix ما بين الاتنين، خايف يقرّب بس برضه خايف يبعد، عايز يحب ويتحب بس برضه خايف من الهجر والرفض. طَب يا ترى إيه المشترك بين الأنماط ال3 دي الغير سوية طبعًا؟ إن تنشئتهم غير السوية بتخلّيهم عُرضة أكتر إن ييجي لهم أمراض نفسية وعقلية كتير، يعني النمط القَلَق مُعرّض إنه ييجي له اضطراب الشخصية الحدية، الاعتمادية، اضطراب القلق العام، نوبات هلع الpanic attacks، اضطراب كرب ما بعد الصدمة المُركّب CPTSD، الاكتناز، الإدمان. أمّا النمط التجنُّبي فممكن ييجي له قلق اجتماعي، اضطراب كرب ما بعد الصدمة البسيط والمُركّب، اضطراب الشخصية النرجسية، الإدمان، الاكتناز. أسباب نشأة الأنماط غير السوية: صدمة في الطفولة، موت أو خسارة علاقة بالذات مقدم الرعاية الأم غالبا، إساءات، إهمال، عدم إشباع احتياجات الطفل الأساسية، إصابة مقدم الرعاية بمرض نفسي. العلاج: أولا النمط التجنبي، صاحب النمط ده محتاج يعترف ويقتنع بأهمية المشاعر والحميمية، محتاج يأسس حوار محب وثابت مع الطفل الداخلي بتاعه عشان يساعده إنه يحل الصدمات اللي جواه اللي اتكونت وهو صغير. كمان محتاج إنه يبحث عن مصادر الخبرات الشعورية اللي حواليه ويسيب مساحة للحميمية إنها تحصل وتحتل مكانة في حياته وتبقى جزء أصيل من علاقته بالآخرين. محتاج إنه يتواصل مع مشاعره ويحررها ويعيشها بدل ما يخبيها. اتنين النمط القلق، صاحب النمط القلق محتاج إنه يقاوم خوفه من الهجر شوية، وبرضه هو كمان محتاج يكون حوار ثابت وحنون مع طفله الداخلي ويساعده يحل المشاكل والصدمات بتاعة الطفولة. محتاج يتعلم يكون حدود صحية واللي هتعلمه يتقبل الرفض بسهولة. النمط الخائف، الشخص الخايف ده محتاج إنه ياخد باله من النقد اللي بيوجهه لنفسه وإنه قد إيه مش مفيد، بالعكس ده بيهدد إحساسه بالأمان. محتاج زيه زي التانيين يحب نفسه أكتر ويحب طفله الداخلي ويتكلم معاه كتير بحوار مليان حب وتعاطف، وده هيساعده يحل مشاكله القديمة ويخلص منها للأبد. الشخص ده محتاج يتعلم إنه ينظم مشاعره ويعيش هنا ودلوقتي ويتمرن على إنه يبقى واعي بمشاعره في اللحظة دي وحاسس بإيه. ولو عجبكم كل اللي فات استنونا الحلقة الجاية.